أصعب حاجة في الدنيا لما الإنسان يوصل لمرحلة اليأس ويفقد آخر أمل كان مستنيه علشان يقدر يكمل حياته. ياه على الدنيا وقسوتها، ياه على الوجع لما يجيلك من حد كنت بتعتبره في يوم من الأيام إن هو الدواء لأوجاعك. قد إيه صعب تلاقي الأمل بيتسرسب من بين إيديك وتصحى فجأة على صدمة تهز كل كيانك، صدمة تقلب كل حياتك. فعلا قاسية الدنيا في مرارتها، صعبة وجحدة في كسرتها. ده اللي حصل مع سارة محمد البلوجر الشهيرة لما نشر صديقها عمر رسالة حزينة موجعة ومؤلمة جدا على صفحة سارة، رسالة صدمت فيها كل اللي متابعين حالتها في مصر والوطن العربي، واللي قال فيها: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. ربنا يصبرك يا سارة يا رب، اللهم لا اعتراض. سارة فقدت بصرها تماما. لحد هنا وانتهت الرسالة اللي كان ورا كل حرف فيها حزن وألم، اللي كل حرف فيها وجع قلوبنا وقلوب أهلها ومحبيها ومتابعينها. ياه يا سارة، وجعتينا بجد واتوجعت قلوبنا علشانك. عشنا معاك الأمل وكنا بندعيلك من قلوبنا وفي كل صلاة، بس إرادة ربنا أكبر من إننا نغيرها. تعالوا نفكركم بسارة وحكايتها وإزاي بدأت قصتها وإيه رحلة علاجها ومين اللي كان بيدعمها ومين أقرب الناس اللي خذلها وكان السبب في حزنها وكسرتها. يلا بينا في ملخص الحدوتة. سارة محمد بلوجر بتشتغل في مجال صناعة المحتوى، لها عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بتنشر من خلالها محتوى عن الأزياء وآخر صيحات الموضة، وكذلك معلومات تتعلق بمستحضرات التجميل، ونجحت في إنها تجذب عدد كبير من المتابعين في فترة قصيرة حتى أصبحت بلوجر شهيرة في هذا المجال. يوم الخميس 9 فبراير الماضي وفي تمام الساعة 10 مساء، ده كان اليوم المشؤوم في حياة سارة. كانت سارة راكبة عربية خطيبها مصطفى وهم في طريق العودة للبيت على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، إلى أنهم اتفاجئوا بعربية بتطاردهم كان بيسوقها مجهولين، وحاولوا يوقفوا عربية سارة وخطيبها بالقوة ويزنقوا عليهم علشان يوقفوها، لكن سارة طلبت من خطيبها إنه ما يوقفش لأنهم لو وقفوا محدش عارف إيه ممكن يجرالهم. وبالفعل كان خطيبها حاول الهرب، لكن عربية المجهولين كانت بتجري وراهم وبتحاول توصل لهم لحد ما وصلوا جنبهم ورفعوا عليهم السلاح علشان يهددوهم، لكن سارة خافت على خطيبها وحاولت تفاديه وتحميه بجسمها، لكن للأسف ضرب المجهولين عليهم الرصاص الحي بلا رحمة، وجت شظايا الرصاص في راس سارة وعينيها، بالإضافة لإزاز العربية اللي اتكسر من الرصاص. تم نقل سارة للمستشفى الميري في اسكندرية، وبعد محاولات عديدة لعلاجها أكد الأطباء للأسف عن إصابتها بالعمى نتيجة تعرض المخ للشظايا، مما تسبب في نزيف وتجمع دموي وتلف في أنسجة العين. وخرجت سارة من المستشفى ب70 غرزة في رأسها بعد العملية. خرجت سارة من المستشفى وهي راضية بقضاء الله، متمسكة بالأمل ومتشعبطة في كلام الأطباء اللي قالوا إن ممكن يرجع لها جزء من بصرها، وكانت راضية وبتدعي وتقول يا رب. وعلى الرغم من صعوبة الموقف والحالة اللي كانت فيهم سارة، إلا إنها كانت على موعد مع فاجعة وصدمة جديدة لكن لم تكن تتوقعها في يوم من الأيام، وهي تخلي خطيبها عنها وعدم السؤال عليها أو الوقوف بجانبها رغم إنها فادته بجسمها من الرصاص. ياه على صدمة الإنسان ووجعه لما القهرة تجيله من أقرب الناس ليه. صعب الخذلان لما يكون على إيد حد روحك كانت ساكنة جوه روحه، وجعه كان بيبقى هو وجعك وفرحه كان هو فرحك. ربنا يصبرك يا سارة على ألمك وقهرتك وصدمتك في أقرب الناس. سارة بعد الحادثة لقت تعاطف كبير من السوشيال ميديا وناس كتير في مصر والوطن العربي، وكمان عدد كبير من الفنانين دعموها وكتبوا عنها في صفحاتهم. وقامت المذيعة ريهام سعيد بعمل لقاء تلفزيوني مع سارة وأسرتها، وبعد اللقاء بأسبوع قامت بعمل لقاء آخر واصطحبت معاها في هذا اللقاء الفنان سعد الصغير والفنان أحمد شيبة.
وقضوا معاها وقت طويل. حاولوا من خلال هذه الزيارة التخفيف عنها وإدخال البهجة عليها. وكان الفنان الإنسان تامر حسني أيضا من أكثر الداعمين المتعاطفين مع حالة سارة، وكتب على صفحته على تويتر عنها قائلا: معرفش الكل يعرف قصة سارة ولا لأ، بس سهل قوي للي ما يعرفش إنه يعرف. بحق الليلة الفضيلة دي يا سارة، ليلة النصف من شعبان، ربنا يكرمك وما يعديش بكرة إلا وانت سمع خبر جميل يطمنك إن عينك هترجع تاني إن شاء الله. ادعوا معايا يا جماعة، أنا متفائل خير ليها قوي. وكل الشكر لموقف ريهام سعيد معاها من أول المحنة اللي بعون الله سارة بقوتها وإيمانها بربنا هتخليها منها. وكل الشكر للفنانين الطيبين ولاد البلد الجدعان اللي اهتموا بيها، سعد وشيبة، وأنا قريب إن شاء الله هجيلها. وكل الشكر للناس الجميلة اللي بيروحوا لها اسكندرية ويهونوا عليها. دعوات الكل اليوم ده مهمة قوي. يا رب يا رب تفرح قلبها وتشفيها وتهون عليها وتفرحنا بأجمل خبر ليها. يا رب يا رب يا رب تشفيها وتشفي كل مريض، اللهم أمين. ما اكتفاش تامر حسني بس بكده، وقام كمان عمل اتصال تليفوني مع سارة وقدم لها كل الدعم وشجعها وحاول يصبرها ويديها الأمل في إن ربنا هيرد لها بصرها. لكن النهاردة كان الخبر الأسوأ وقفل باب الأمل من الأخبار الحزينة لينا كلنا. فقدت سارة البصر ولكنها لم تفقد البصيرة، ودائما يكون في قلب المحنة منحة. ادعوا جميعا لسارة بالشفاء والصبر على الابتلاء.